فعليك أن تضع لك جدولا تسير عليه في هذا الشهر، أن تكون لك ختمة على الأقل. محروم من يمضي عليه شهر وما ختم القرآن مرة، محروم. فإن يسر الله لك وختمت أكثر من مرة فاجعل لك جدولا لختم القرآن، اجعل لك جدولا للدعاء، اجعل لك جدولا للذكر، اجعل لك جدولا لصلة الأرحام، لبر الوالدين، للصلاة، للصدقة، وتنظر في نفسك هل حققت ما تريد أو فاتك الخير المديد. هنا القضية، هل نجحت أو لم تنجح؟ هل وفقت أو لم توفق؟ هل سددت أو لم تسدد في هذا الشهر الكريم؟ جرب نفسك. والله الذي لا إله إلا هو ما أمرنا الله تبارك وتعالى بالصيام ليحرمنا من الطعام أبدا أبدا. فليكن صومنا متعة نتمتع بها، نسعد بها، نفرح بها. نفرح لأننا صائمون، نسعد لأننا صائمون، نسعد لأن نفوسنا تحررت من رق الشهوات. في يومنا وليلتنا شهوات شهوات شهوات، نتحرر من هذه الشهوات. ليكن صومنا متعة، ليكن بداية طريق جديد لنا، حياة جديدة لنا. نقرر أن تتغير حياتنا في هذا الشهر وما بعده من الشهور إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى.